أنتم تتصورون داعش هؤلاء ليس فيهم علماء؟ فيهم أعلم علماء البكرية، ولذلك صاروا داعش. إنهم توصلوا إلى جوهر العقيدة البكرية والمذهب البكري، توصلوا إلى الإجرام والإرهاب، لأن هذا ما تحثه عليهم عقيدتهم، هذا ما تقوله كتبهم، هذا ما فعله أئمتهم ورموزهم التي يقتدون بها، ورأسهم أبو بكر. أبو بكر حرق الناس، خالد بن الوليد حرق الناس، زياد بن لبيد حرق الناس، طريفة حرق الناس، عمر حرق الناس، عثمان عذب الناس. كل هؤلاء الناس، كل هؤلاء الرموز ارتكبوا جرائم الحرب هذه، ومذكورة بالأسانيد النظيفة الصحيحة، وانبنى عليها فقه جوز هذه الأمور. وبعد ذلك تستغربون من نشوء داعش. داعش اليوم هي الوجه الحقيقي لأبي بكر وعمر وعائشة. هذه سنة وسيرة أبي بكر وعمر وعائشة وبقية الطغاة مجرمي الحرب.